صارها قناتي مبيوقة يوم ونص. قلت له متى يتحمل؟ قالت اي رجع حمليه حلينا المشكلة. مجرد ما حملته قالت اوكي. قلت لها متى يتحمل؟ قالت اوكي. قلت انا باشر راح اوديه لابو حاسبات، اوديه اللابتوب حتى يحمل لي. قالت اوكي. مجرد اني طلعت من اللابتوب سديت اللابتوب بالتليفون دا اقلب باليوتيوب، فجأة سجل خروج من القناة مالتي. ادخل على الايميلات، الايميل مال القناة كله مو موجود. انا هنا كان منصور قاعد يمي، قمت على حيلي قلت له منصور القناة انباقت. طبعا ما اسولف لكم هنا انا شنو حسيت، ولا اسولف لكم شنو كان شعوري، ولا اسولف لكم ايش قد انكسرت. مباشرة خابرت على احمد وزينة. احمد وزينة طبعا هم المسؤولين عن قناتنا، لان تعرفون قنوات يوتيوب ترتبط بشركات ضمن شبكة، فهو المسؤولين. خابرتهم منهارة، قلت لهم لحقوا لي قناتي تهكرت. طبعا هم كلش مشكورين، من ألطف الناس اللي أنا تعاملت وياهم، جدا محترمين، ساعدوني هواي، قالوا لي لا تخافين القناة ترجع وهيج. القناة ظليت كل ما أبحث عليها موجودة، تقريبا أنا مدة 10 ساعات أبحث عن القناة. موجودة القناة والفيديوهات موجودة، بس القناة طالعة من يمي. أسجل دخول على الإيميل مالتي، الإيميل متغير الرمز ومربوط على غير رقم موبايل. ظليت احاول ابحث على قناتي اشوفها. طبعا انا تدمرت، نفسيتي تدمرت، خلص وتبكي وتعبانه وحسيت حلمي ضاع، تعبي. انا صار لي 10 اشهر بالقناه، ياما سهرت ليالي، ياما تعبت واني ادور افكار، ياما تعبت واني انفذ الافكار، ياما سهرت واني امنتج، ياما هذا كله كان يعني كنت اتونس واني اسوي هالشي، لانه هذا حلمي. اني من سنين انتم تعرفون اني بفتح هاي القناه واريد اطلع، يعني اريد اكون لي فد اسم، فد شي خاص بي. فكانت قناتي طبعا وصلت 760 الف كانت تريد